بعد الانفصال بيبقى فيه دايما باب صغير كده موارب، مش مفتوح قوي بس كمان مش مقفول. نسيبه مفتوح شويه عشان يمكن يرجع، يمكن يتغير، يمكن القدر يجمعكم تاني، ولا نرزعه ونقفل كل حاجه. يلا بينا نجاوب على السؤال بتاعك. السؤال اللي محدش بيجاوب عليه بوضوح هو ان انا هسيب الباب مفتوح عشان لسه بحبه، ولا عشان لسه مش قادر اواجه فكره انه خلاص خرج من حياتي. تفرق. بص يا صديقي، في علم النفس بيقولوا ان بعد الانفصال العقل بيعيش حاجه اسمها هوب اتاتشمنت، يعني بيتمسك بجزء صغير كده من الامل، طفيف من الامل، حتى بعد العلاقه ما تنتهي، عشان يخفف صدمه الفقد. وده السبب اللي بيخليك تسيب الباب موارب، مش مفتوح ولا مقفول. مش عشان انت متاكد انه هيرجع زي ما دماغك ما بيهيأ لك، لكن عشان انت مش مستعد تتقبل فكره ان هو مش هيرجع تاني. بس الحقيقه المؤسفه ان الباب المفتوح مش هيريحك نهائي، وبيسحبك في دايره اسمها ايموشنال ليمبو، منطقه كده بين الارتباط والتحرر. يعني انت مش مرتبط بيه وفي نفس الوقت مش حر في العلاقه بتاعتك، مش قادر تمشي، مش قادر ترجع. كل مره تسمع اسمه او تشوف حاجه ليه، صوره مثلا، حاجه بتفكرك بيه، تلاقي نفسك راجع تفكر من الاول تاني. طب لو رجع، لو حسيت ان هو ندم، طب لو طلب اننا نرجع تاني، طب لو اتغير. بس طول ما الباب ده مفتوح النسيان مش هيشتغل نهائي، هتفضل فاكره دايما. وافتكر ان اللي بيتقفل مش الباب اللي بينك وبينه، اللي بيتقفل فعلا هو الوجع اللي جواك. لانك لما بتقفل الباب مش بتقفل على الذكريات، انت بتقفل على الالم اللي بيمنعك انك تبدا من اول وجديد. فانا هسيبك تفكر في الجمله اللي اقولها لك. اوقات الباب اللي مقفول مش نهايه، بس هو بدايه الطريق اللي هيخليك ترتاح بجد.